بص يا صديقي، مبدئيا كده نصلي على النبي عشان احنا جايين النهارده معانا منهوة جديدة جدا جدا. وبأمانة منهوة من أقوى المنهوات اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك. حاكم السهود الوسطى اللي حبيبته بتموت بسبب أبوها بيقتلها علشان مش عايزها تبقى مع الحاكم ده، لكنها بتتجسد في جسد بنت تانية في عالم تاني. فبيروح للعالم التاني ده وسط التنانين والقوة، وبيحصل على حبيبته مرة تانية. بحاجات المنهوة كويسة. وطبعا قبل ما نبدا اوعى تنسى الاشتراك ليا في القناه ولايك للفيديو، ويلا بينا يا صديقي نبدا الاحداث المشوقه بتاعتنا. ومن هوتنا بتبدا يا صديقي مع حاكم السهول الوسطى اللي كان راعب الدنيا كلها، واللي كان في قتال مميت مع زعيم التحالف اللي هو ماسك كل المريم الموجود. المهم ان الاتنين كانوا بيتخانقوا عن بنت جميله جدا. البنت ديت كانت حبيبه زعيم الوصول اللي هو الراجل ده، اللي كان بيقول له انت ليه قتلتها، وبيقول له بنتي وجابت لي العار، كان لازم اقتلها بايدي علشان اخد حقي. ازاي تقع في حب بربري زيك، وازاي تقع في الرذيله مع واحد زيك، كان لازم اقتلها. وبيقول له ان دي النهايه يا حاكم المريم، وبيقضي عليه وبيقتله. وبيفتكر صاحبنا زعيم المريم بنته وهي صغيره، وبيقول ان هو حبها جدا جدا، لكن مش قادر ان هو يسلمها لواحد بربري زي ده، علشان كده قتلها وخلص منها. وبيقول رغم ان هو مات الحمد لله وكل حاجه، انه برضه قطع الحب بينه وبين اللي هو حاكم السهول الوسطى ده. المهم بقى بنرجع لحكايه الزهره دي، وبنعرف ان الزهره دي جابتها له حبيبته، والزهره دي باسمها زهره الحب. هما الاتنين حيين، الزهره دي بتنور، لكن لما حد منهم بيموت الزهره بتفصل ونورها بيختفي على طول. وبما ان التانية ماتت خلاص فالزهرة زبلت يا عيني، لكن مرة واحدة وصاحبنا واقف كده بيتفرج عليها، ليه مرة واحدة الزهرة نورها عالي مرة تانية. فبيقول لي بسرعة للظلال بتوعه نوروا لي وهاتوا لي قدام عيني اي حد يعرف تفسير للكلام ده. اصحابنا بقى بيجيبوا كل الناس المفسرين وكل العلماء الموجودين، واللي بيشوفوا بستان كامل من الزهرة دي، واللي بيستعجبوا بيقولوا ان الزهرة دي مش بتنبت الا مرة واحدة في العمر ومش لكل الناس، فازاي بقى في حديقة كاملة. فبيقول لهم ان الزهرة دي كانت نتائج الزهرة اللي كانت بينه وبين حبيبته، ولما حطها هنا ازهار كتير بدأت تظهر. وبيقول لهم حد ممكن يفصل لي ده معناه ايه؟ فاصحابنا قالوا له ايه ده، حاكم السهول الوسطى بنفسه هو اللي بيكلمنا بالطريقه ديت. وبيقول له ايه ده، معقوله زهره انطفت بعد كده نورت مره تانية؟ فواحد جه وقال لهم او قال له ده كده معناه ان الشخصيه ديت اتنسخت مره تانية واتولدت في جسم جديد. فقال له انت اللي الكلام اللي بتقوله ده صح ولا غلط؟ فقال ايه ده، لو ده معناه صح معنى كده ان انا ممكن اقابلها مره تانية. وقال له طب ايه الحل، ما انا الزهره دي هعرف اجيبها ازاي؟ فقال له ان احنا ممكن نعمل بالزهره ديت قلاده، والقلاده ديت هتبقى معاك على طول، واول لما تقرب من الحد اللي بتحبه هتنور معاك بنور خافت لحد ما تنور جامد، وده معناه ان الشخص ده اتولد في الجسم ده. صاحبنا اخد الامل منه وقال اخيرا هقدر اوصل لها مره تانية، اخيرا حبيبتي هقدر ارجع لها. وخد الجوهره وبالفعل عملها، وبالفعل بقى عنده الامل ان هو يرجع لها مره تانية. هو بيفتكر صاحبنا لما كان قاعد معاها وبينصحها ان هي ما تروحش لابوها، لكنها بتقول له ان هي هتروح لابوها وان هي هتقنعه وهي هتقدر تقنعه بان هو يوافق على جوازهم. صاحبنا كان قلبه مش حاسس ان هي لو راحت هترجع، لكنه قال لها خلاص روحي وانا تمام. صاحبتنا كانت بتحبه جدا وبتقول له ما تقلقش هنفضل مع بعضينا، لحد ما بيصحى من النوم على صوت عاصفه بره وسويت وكل حاجه. فطلع بره بيقول لهم في ايه، فقالوا له ان في عاصفه ضربت المكان اللي احنا فيه مره واحده، ومحدش منا قادر ان هو يحل العاصفه ديت، وكده كل اللي موجودين هيموتوا. فقال لهم بقول لكم ايه، سيبوني انا هقدر اتعامل مع العاصفه دي. صاحبنا بقى حاكم السهول الوسطى عيب بقى ما تقدرش ايه ده وشه بيعرق، ما علينا. المهم يعني صاحبنا بيروح علشان يخلص الصاعقه، لكن هناك لما بيروح الجوهره بتنور مره واحده جدا، بعد كده بيسقط نور من السماء على الجوهره، وصاحبنا ما بيحسش بنفسه وبيختفي مره واحده هو والعاصفه وسط كل الناس او كل الحاشيه بتاعته. ومره واحده كده بيصحى في مكان وهو قاعد في عربيه ودماغه مصدعه جدا، وبيقول ايه ده، ايه الصداع اللي انا فيه ده، انا كنت دلوقتي بقاتل العاصفه. صاحبنا بيقاتل عواصف بقى وحاجات كده جميله يعني. المهم يا صديقي لو وصلت معايا هنا اوعى تنسى انك تعمل اشتراك في القناه ولايك ليا يا صديقي عشان بس نكمل فيديوهات. المهم بقى صاحبنا بيطلع بره بيلاقي مجموعه من الحشرات بتهاجم مجموعه من الناس، فبيطلع بره وبينقذهم من الحشرات دي. بعد كده الناس بيقولوا ايه ده، مبارز سحري. صاحبنا بقى بيلاقي الحشرات وبيقول ايه ده، حشرات يع، لكن الحشرات بتيجي تهاجم عليه. لكن طبعا صاحبنا حاكم السهول الوسطى يخاف من الحشرات ولا ايه، بيجمد كل الحشرات لان صاحبنا كان عنده سمة القتال الجليد. وبيقول لهم هو انا فين وانا مين وايه ده ايه اللي بيحصل كل ده. وبيقول لهم معاكم 10 ثواني تحكوا لي ايه اللي حصل ده، ايه اللي حصل. المهم بقى اصحابنا كلهم بيقولوا ايه ده، مبارز سحري، وبيبقوا متفاجئين منه جدا وبيتكلموا معاه بلغه لكنه مش فاهمهم ولا هم فاهمينه، لان ده اصلا مدينه عالم تاني وهو في عالم تاني يعني. وبيشكروه جدا وبيقولوا ممكن نتصرف باسمك.
لكن صاحبنا بيقول لهم انا مش فاهم حاجه، هو ايه ده؟ اجانب؟ انا كنت بقاتل العاصفه من شويه، ايه اللي جابني هنا؟ والصمت يعني ساد ما بين الكل. المهم بقى صاحبنا قال له ده انت كده مش قادر تسمعني. ففكروا في حاجه وقالوا ان الخاتم ده ممكن نلقوا عليه تعويذه ويخلوه ان هو يترجم اللغات، وبكده صاحبنا هيقدر ان هو يفهم لغتنا واحنا نفهم اللغه بتاعته. وبالفعل عملوا كده. والراجل التاجر قال له انت كده المفروض تقدر تفهمني، مش كده مظبوط؟ فقال له طب بما انك بتعرف تتكلم اللغه بتاعتي ما تتكلم من الاول. فصاحبنا شرح له ان ده سحر، وان هو استخدم سحر دلوقتي علشان يقدر يتكلم معاه. فصاحبنا فكر كده وقال ايه ده سحر؟ يعني ايه؟ يعني ايه مبارز سحري اصلا؟ فصاحبنا قال له ايه ده؟ مبارز سحري يعني شخص بيقدر يستخدم السيف وفي نفس يستخدم السحر. فقال له سحر؟ يعني ايه سحر؟ فقال له عذرا، هو انت يعني ايه مش فاهم يعني ايه سحر يعني؟ هو ده مجنون ولا ايه يعني؟ في ايه؟ ايه ده منين ده؟ فصاحبنا قال له رد عليا بكل معلومه انا عايزها بسرعه والا هقضي عليك. المهم بقى صاحبنا قعد معاهم كده ونصبوا خيمه كده وبداوا ياكلوا ويشربوا مع بعضيهم، وبدا يشرح له بيقول له على السحر وكل حاجه يعني. المهم يعني فصاحبنا في الاول والاخر فاكر نفسه لسه في السهول الوسطى، ما يعرفش ان هو اصلا انتقل من السهول الوسطى لعالم تاني. فصاحبنا طبعا اتخانق معاه وقال له انت كذاب. فقال له خلاص ممكن تسال اي حد من هناك. فجاب ولد صغير وقال له احنا هنا في السهول الوسطى ولا في مملكه؟ فقال له يعني ايه السهول الوسطى؟ فقال له هو انت قلت للولد الصغير انه يقول كده؟ فقال له يا عم اسال اي واحد من هنا. فصاحبنا قال ايه ده؟ معنى كده ان انا اتنقلت لعالم تاني بجد؟ تناسخ وانتقلت قبل يعني حول الابعاد. وبيقول المهم ان دي مش السهول الوسطى، وان هو لازم يستكشف المكان ده علشان طبعا يعرف طبيعه المكان. وبينطلق بقى صاحبنا لوحده في الغابه علشان يقدر يقول، وبيقول ان العشب والشجر هو زيه بالظبط. لكن لما بيطلع هناك في السماء مره واحده بتحصل له كده ضربه مفاجاه، والضربه ديت بتقول ان كميه الدانتيان اللي جوه الطاقه بتاعته يعني بقت الضعف. يعني كده بقى اقوى بكثير جدا جدا عن القوه اللي كان موجود بيها اصلا في السهول الوسطى يعني. ويقول صاحبنا ان اكيد كل ده بسبب القلادة، وبيقول كده معناه ان صاحبتنا ديت اللي هي حبيبته موجودة هنا في المكان ده، وان هو لازم يحصل عليها بسرعة المرة دي، وان هو مش هيسيب حب حياته يضيع من ايديه مرة تانية. وبعد ما بياخد جولة رجع للناس اللي كانوا بيتكلموا عنه بكل سوء وبيقول لهم معلش انا رجعت لكم خلاص، ممكن بقى تشرحوا لي وتكلموني عن كل حاجه؟ محتاج حد منكم يبدا يشرح لي ويفهمني كل حاجه. المهم الطفل الصغير ده قرر ان هو يتبرع بنفسه، وبيقول له ان هو هيتمشى معاه وهيحكي له كل حاجه عن الغابه ويحكي له كل حاجه عن العالم ده، لان هو خبير ومطلع. وقال له بقى ان العالم ده بيسكنه الجان وبيسكنه الاقزام كمان، وان اقوى حد مخلوقات فيه تعرف باسم التنانين، لكنها مش موجوده حاليا الا في حاجه اسمها وايفرن بس، لكن التنانين نفسها مش موجوده. وبدأ يشرح له عن كل حاجة. هو بيقول له ان في 3 اقمار في العالم ده. صاحبنا بص كده بيقول فرصة ان انا اكتشف عالم جديد وكمان حبيبتي هتكون موجودة فيه. مرة واحدة بقى بنلاقي بنت من المجموعة ماسكة بنت صغيرة وبتقول محدش يقرب مننا، احنا لازم نموت احنا الاتنين، احنا الدودة اخترقت قلبنا، ولو ما قتلناش نفسنا دلوقتي الدودة هتقفز جوانا وهنبقى وحوش وهنقتلكم، فلازم نخلص من نفسنا دلوقتي انا واختي الصغيرة والا هيحصل لكم كده. فهو لسه هتموت نفسها، لكن صاحبنا صوتها من ورا بيقول له انتظري، تقريبا انا عندي يعني فكره عن المشكله اللي انتوا فيها. وبيقول واضح كده من خلال الدنتيان، وبيقول لها ما تقلقيش هعالجك، وبيطلع سكينه. انت هتعمل ايه يا عم انت في ايه؟ المهم بقى صاحبنا بيدخل عليهم وبيقول لهم ما تقلقوش انا هنا. صاحبنا بقى بيقول له النبي لو تعرف تنقذهم انقذهم. فقال لهم والله انا اللي راح انقذهم بنفسي، انا مش محتاج طلبك يعني. وبيروح لهم هناك وبيقول لهم كده انا فهمت فين المشكله، وبيلاقي فعلا ان في حشره غريبه موجوده في القلب بتاعهم. بعد كده بقى تاني يوم صاحبنا بيبقى عرقان جدا وهو ماشي في الشمس. صاحبنا الراجل الجليدي بيبقى طبعا عطشان، طبعا الميه سخنه جدا والجو حر، علشان كده برد الميه بطاقه الجليد بتاعته. وبيقول لي الولد خد اشرب ميه. وبيفتكر بقى صاحبنا هو قاعد امبارح بالليل وبيقول يا عالم جديد، وبيقول انا مشتاق لحبيبتي هو يهون. ايه هو يهون دي يا اسطى؟ انت بتحبي معزه ولا ايه؟ المهم يعني صاحبنا يعني كان نفسه يلاقيها. بعد كده بقى بيقول للواد بيقول لك ايه تعالى لما اجمد لك الميه دي انت كمان وخد اشرب شويه يعني. واصحابنا كلهم بيحبوا الموضوع قوي، بيقولوا له بقول لك ايه احنا عايزين نشرب ميه ساقعه احنا كمان. صاحبنا حاكم السهول الوسطى بقى بتاع ميه يا جماعه خلاص يعني خلاص. المهم بقى صاحبنا بيطلع كريم وبيساعدهم كلهم، لحد ما الراجل قال له بقول لك ايه، لمعت عيناه في فكره جميله جدا. بيقول له انت النهارده هتشتغل بتاع ميه.
ولا انا بهزر يعني، هو مش هيشتغل بس حرفيا صاحبنا دلوقتي هيعمل مشروع صغير كده على جنب وهو هيبقى بتاع ميه مؤقتا يعني. صاحبنا بقى بيروح في وسط الشارع وبيعمل بقى عرض الميه بالطاقه بتاعته، والناس كلها بتعجب جدا لان البلد كلها كانت حر جدا جدا جدا، وطبعا اي حد نفسه في ميه ساقعه. والميه الساقعه ديت التاجر ده عمل منها مشروع بمساعده التلاجة بتاعته اللي هو حجم السهول الوسطى، وبالفعل المشروع بينجح والناس بتبقى متعصبه جدا لان الكميه قليله. لكن بيجي مره واحده صوت من ورا، والتاجر بيحاول ان هو يهديهم وبيقول لهم الصوت اهدوا كلكم والا هيحصل مشكله. التاجر بيبقى عنده مشكله مش قادر يسد على الزباين، لكن طبعا المبارز السحري اللي هو حاكم السهول الوسطى بيرجع لهم وبيقول لهم لو سمعت حد تاني بيتكلم هصحكوا ومفيش تلج. يخرب بيت العقاب. خلي بالكم المان هو اصلا احداثها قويه جدا 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 يعني، دي بس بتبدا بسيط معانا في الاول، لكن صدقوني المان هو احداثها جميله جدا. المهم يا صديقي ده كده اول جزء لينا مع المان هو الشيقه دي، فلو عجبتك المان هو اوعى تنسى انك تعمل اشتراك ليا ولايك للقناه، واكتب لي في الكومنت تحت انك عايز الجزء الثاني وانا هنزله لك تاني يوم على طول. السلام عليكم.